إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 15 من مارس عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان بعد نحو عام من سيطرة الدعم السريع عليها. قراصنة صوماليون يستولون على سفينة شحن تجارية في المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية. واستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وتقارير تكشف عن محادثات سرية بين أمريكا وإيران لإيقاف الهجمات الحوثية على السفن في المنطقة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلن الجيش السوداني أنه سيطر على مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان بعد معارك ضارية خاضها مع قوات الدعم السريع الأيام الماضية. وأضاف الجيش السوداني في بيان بأنه كبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأنه ماض في معركته ضد قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الجيش تقدمه في عدد من مناطق أم درمان وفرض سيطرته عليها. وأقر الدعم السريع بخسارته لمقر الإذاعة والتلفزيون، وعزى ذلك إلى ما أسماه مباغتة الجيش لقوات الدعم السريع، التي قال إنها كانت في حالة إعادة التموضع استجابة لقرار مجلس الأمن الداعي إلى هدنة ووقف الحرب في شهر رمضان، التي اتهم فيها الجيش وقوات الإسلاميين بخرقها، وذلك وفق ما جاء في تغريدة لمستشار الدعم السريع عمران عبد الله في منصة إكس قبل أن يحذفها لاحقا. استولى قراصنة صوماليون على سفينة تجارية ترفع علم بنغلاديش في المحيط الهندي بالقرب من السواحل الصومالية. وكانت السفينة التي تحمل اسم إم عبد الله تبحر في طريقها من الإمارات العربية المتحدة قادمة من موزمبيق وتحمل بضائع سائبة. وعلى متنها 23 بحارا من بنغلاديش تم أخذهم كرهائن من قبل القراصنة. وأكدت الشركة المالكة للسفينة علمها بتعرض السفينة للاستيلاء، فيما لا يزال مكان احتجاز الرهائن مجهولا. يذكر أن عملية القرصنة شهدت نشاطا ملحوظا في الأشهر الأخيرة إثر التوتر الأمني في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بعد هدوء شهدته المنطقة منذ العام 2018. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن صوب خليج عدن، لكنه لم يتسبب في أي أضرار لأي سفينة. وأضافت القيادة المركزية في بيان في وقت مبكر من يوم الخميس أن الصاروخ لم يؤثر على أي سفن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير إخبارية عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات سرية مع إيران لاستخدام الأخير نفوذها على الحوثيين باليمن، وذلك لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وموضوعات أخرى من بينها ملف البرنامج النووي الإيراني. وذلك في محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية في يناير الماضي، وفق ما ذكر صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية يوم الأربعاء الماضي. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم،
وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.